وصل من وصل، الاستاذ سراج منير وزوجته ميمي شكيب تصحبهما ثريا فخري. يلا يا سراج قول لنا كلمه. هقول ايه بس؟ ميمي زعلانه عشان دقني، مع ان تيجي بتوكلني العيش. هخلص فيلم غرام الصحراء اخش فيلم حبابه، فهموها يا ناس. والنبي مالكيش حق يا ميمي، واحد شايل دقنه وانت تعبانه ليه؟ الا تعبانه ليه؟ بتشوفني. يا شيخ ما تقولش الكلام ده قدام الناس. ماري منيب. الكلمتين طاروا من مخي، والنبي حد فيكم يطلع يقول كلمه ببالي. سليمان نجيب. حينما يستطيع استوديو مصر أن يحصل تماما على مديحكم وثقتكم وسروركم بأفلامه القوية الناجحة، وحينما تقتنعون أنه يسير بهذه الصناعة الغنية في أحسن طريق ويخدم جمهوره بأمانة ونشاط، حينئذ لا حاجة لكاتب ولا لممثل مثلي أن يتكلم معلنا عن استوديو مصر، ولكن يحييكم كما أفعل ويترككم لمشاهدة العمل الناجح الذي ترونه الآن. تحيه كاريوكا. فرصه سعيده ان استوديو مصر دعانا في الحفله دي عشان احييكم كلكم. هلو. فوزي الجزائري. انا بسلم عليكم كلكم كده يعني، سامحوني اذا كنت بسلم عليكم وانا حالق دقني، لان الصنعه تحكم. وانا من كل قلبي اشكر الراجل والست والولد والبنت والحاشيه كلها، واشكر استوديو مصر من كل قلبي، لانه هو دعانا علشان نتمتع بيكم لتشجيعكم لنا. واخيرا انا هسلم عليكم تاني، سعيد عليكم. بدر لاما. انا نبيل في فيلم غرام الصحراء، مش بدر لاما. بدر لاما اهو. الاخين حسين رياض فؤاد شفيق. سعيد يا أستاذ فؤاد، أهلا وسهلا. أنا أشكر استوديو مصر اللي جمعنا على شاشة واحدة. وأنا أشكر والدنا اللي جمعنا في الحياة، الله يسامحه. زكي رستم. يعني عاوز تورطني يعني تكون اتكلم، لكن على كل حال انا ممنون جدا ومسرور بهذه الفرصه التي اتاحها استوديو مصر للممثلين كي يتكلموا بكلمات من عندهم للجمهور، وليست كلمات محفوظه ككلمات